كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. طبعا هم كلمتين يا جماعة في آخر يوم في رمضان. احنا نزلنا منشور على كده عشان موضوع نشهد ده هو يا جماعة ما لاقينش حد كبير نروح نقولوا له، يعني نشهد ده ما سايبنيش في حالي. يعني اعمل ايه؟ نشهد ما سايبني ولا عاجبه الصفحة بتاعته ولا عاجبه القناة. قلنا نقولوا احاديث نبوية في رمضان قاعد يتريق عليه. طيب يا عم نشأت انت عايز ايه؟ عملنا صفحة عامة برضه ما عجبتوش، عملنا صفحة خاصة. يعني نشأت عامل ايه؟ نشأت اصلا يا جماعة ما عرفش يكتب تعليق، يعني يكتب تعليقاته كلها غلط، ويجي يقول لك انا سياسي وانا اقتصادي وانا والله الكلام اللي هيقوله انساه قسما بالله. قال كلام كثير خالص. انا مش عارف، انا مش قادر افتكر الكلام. انا لحد كده بعد الفجر وواقف في الشارع. انا في الشارع على كده بعد الفجر وما فيش حد صاحي، ابص الشارع فاضي بس هو يعني سبحان الله وتعالى يعني خلى النوم راح من عيني. مره يقول لك انا روحاني، ومره يقول لك انا مش عارف معاشر الجن، ومره يقول لك انا راجل قال فقيه وعندي مكتبه في البلد. اما انت ما عرفتش تكتب اسمك، قعدت تقري يا عم نشأت على السمك، مشروع السمك الحمد لله قفلنا السمك. قعدت تقر على البفتيك بتاع البارد وقطعته الحمد لله تعالى. قعدنا نقولوا رايحين الكوامل في مشوار خير جايين يا عم نشأت واحكي لك انا قال قلب ابيض واحكي لك. رايحين الكوامل يا عم نشأت في موضوع شغل. قعدت تقر علينا قلت لك 3 ايام قعدت تاخد 10,000 وجزم وشرابات وكرفتات. يا عم انت رايح فين؟ احنا رايحين سفير طيران، ده احنا رايحين شغال 3 ايام يا عم الحاج. الحمد لله ما رحناها ولا جينا الحمد لله يعني. الحمد لله يعني قاعد يقر على القناه، تقبض من القناه ما تقبضش من القناه برضه الحمد لله. لنا 4 شهور ما عملناش فيديوهات. طب انت يا نشأت ما لاقيش معاك حل؟ انت ما سيبنيش في حالي ليه يا عم نشأت؟ وامبارح قالوا امبارح يقول لك ما اقعدش معاكم. يا اخي قعدت عليك حيطه مضغول ما تقعدش مع انك ما قعدت. يعني انت لو قعدت معانا ولا ما قعدتش يعني ايه اللي هيحصل؟ قال ما اقعدش معاه. ولا الناس الكبيره عجباه ولا الناس الصغيره عجباه ولا. يعني يا نشأت حرام عليك. انت يا نشأت جد، انت جد يا نشأت، عيب عليك يا نشأت. انت راجل جد يعني سبحان الله. خليت البركه في الجدود راحت. زمان كنا نروح للجد ونقول يا جد يا جد يا جد، وانت جد والله كرهتنا في الجدود قسما بالله. ما شفت جد زيك يا عم نشأت. ارحمني يرحم والديك، يرحمني يرحم والديك. بس يا جماعه اللي يعرف نشأت ده هو يروح له يقول له بعد عن مصر بالله عليك. يا عم سيب مصطفى في حاله. انت مش عاجبك الفيديوهات بتاعتي ما يتفرجش علي، مش عاجبك القناه بتاعتي ما يتفرجش علي، مش عاجبك هنقوله برضه ما يتفرجش. ما تعلقليش يا عم. انت هتكتب التعليقات غلط يا عم، انت هتكتب التعليقات غلط. فضحتني قدام الناس. ازاي راجل موظف وقد بلغت من العمر عتيه؟ يعني بلغت من العمر عتيه يعني جد وما تعرفش تكتب تعليق. يا عم ده انا عليا الطلاق عاوز اقعد في حته ضلمه واقعد ابكي. انا قاعد في الصحراء يا جماعه، قاعد يعني قاعد على الترعه الشوارع فاضيه والناس كلها نايمه وانا قاعد عشان نشهد. قاعد يعني حتى النوم ما قدرش انام. جاي في تفكير نشهد هيقول لي قال عقلي الباطن ما متقبلكش. قال هنقول حديث نبويه ما تقبلكش. يا عم عقلك الباطن وعقلك الحاضر انا مالي ومالك. يا عم ارحمني يرحم والديك. يا ناس يا ناس يا كبيرة، يا ناس يا صغيرة، يا ناس يا بعيدة، يا ناس يا قريبة. مش عاوز اقول اسماء عشان ما حدش يزعل مني. روحوا النشأت وقولوا له بعد عني، عشان لو ركبت الوش الخشب يا نشأت هتزعل. والله يا نشأت انت سبحان الله لو طلعت مش عارف ايه كنا رحنا جوزناك في بلاد فارس. اشمعنى بلاد فارس؟ يعني ما حدش عرفنا هناك وكنت غرت واستريحنا منك. يا راجل ارحمنا يرحم والديك. يا راجل عينيك دي هاي جابت لنا الفقر.
يا جماعه مش هكتر عليكم، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.